الخساره اكيد انتوا الجمهور الزمالك، لا ده احنا خسرنا من بروكسي و3-1 والكلام ده كله. يا جماعه المباراه الرسميه مهمه جدا، الراجل بيجرب. المهم ان يكون عنده تكتيك وعنده فكر. انا مش قلقان من النتائج قد ما انا بس فكره ايه. وخلي بالك انت كل فتره يجيلك لعيب فلازم تحطه وتجربه وسط المنظومه. المباراه الرسميه ماتش ورا التاني بيبان شكلك، ولسه سمعنا فيه صفقات كتيره جايه. موضوع حامد حمدان اللي رخم، موضوع شفنا بيراميدز وبدا الاهلي وانت خلاص يعني. فانت المفروض الفتره اللي جايه تركز في صفقات. عدي الدباغ لو جه اكيد هيبقى مكسب. اكيد نادي الزمالك محتاج صفقات قويه، عندك عناصر خبره، عندك عبد الله السعيد، عندك ناصر ماهر، عندك ناصر منسي، عندك الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر، عندك بنتاج، عندك اسامي خبره. القوام موجود وعندك حراسه مرمى كويسه، لكن لسه التكتيك ومع اللعيبه الجديده. ما نتشائمش، المباراه الرسميه بتبين بشكل كبير جدا التكتيك ايه، شكل المدرب هيلعب ازاي، دفاعك، هجومك، الانتشار، دكه بدلاء. ففي وقت، لكن مش عايزين نتشائم.